ارحب بكل مشاهدينا الكرام في ملخص الشوط الاول للقاء الرجاء الرياضي البيضاوي امام فريق الجيش الملكي. حضور كبير لجماهير فريق الرجاء. كل المدرجات مركب الرياضي محمد خامس مملوءه عن اخرها في لقاء كبير ولقاء القمه لهذه الجوله الرابعه عشره. اولى المحاولات كانت لفائده فريق الرجاء. زكريا الهبطي من الجهه اليمنى يمرر للاعب عبد الصمد البدوي، ثم تضغط الكره لحمزه خابه الذي يسدد. تدخل الدفاع تعود للاعب محمد زريده وابعاد الكره من طرف المدافعين ديال فريق الجيش الملكي. واصل فريق الرجاء محاولته على دفاع وعلى مرمى الحارس محمد باعيو، وصل الاعتماد على تسديدات. هنا تسديده قويه من محمود بن تيك مرت جانبا من القائم الايمن. كره الثابته والزاويه حاول فريق الجيش الملكي انه يستمرها. هنا فرصه بواسطه مونتيرو بورغيس. فريق الرجاء الرياضي البيضاوي يعتمد على المرتدات الهجوميه. هنا تمريره من زريده لحمزه خابه، دخول داخل منطقه الجزاء، يمرر ولكن تمريره عرفت تدخل الدفاع الذي يبعد الكره ويبعد الخطوره. حمزه خابه يحاول انه يلقى حلول على مستوى الدفاع ديال فريق الجيش الملكي. ينتبه هاد للثنائيات بالنسبه لفريق الرجاء، ولكن الكره ما وصلتش لعبد الصمد البدوي. تدخل الدفاع، كان تدخل المدافع ايمانويل فريق الجيش الملكي. محاوله شكلت خطوره. ادم النفاتي من الجهه اليمنى كيرفع الكره داخل منطقه الجزاء والمتابعه لجوزيف كيدي، والكره تمر جانبا من القائم الايسر لمرمى الحارس انس نتي لتنتهي الجوله الاولى بتعادل سلبي 0-2 بين الفريقين. ملخص الشوط التالي للقاء الرجاء امام الجيش الملكي. البدايه كانت لفائده فريق الرجاء من الجهه اليمنى. زكريا الهبطي في اتجاه اللاعب حمزه خابه، رفع الكره زكريا الهبطي يسدد كل قوه، الكره تعانق شباك الحارس محمد باعيو. هدف اول لفائده فريق الرجاء بواسطه لاعب زكريا الهبطي الذي تمكن من وضع الكره في الشباك. وهدف الاول في المباراه. هنا تدخل كان للاعب العربي الناجي. الحكم بعد متابعه الصوره في منح ورقه حمراء، وبالتالي فريق الجيش الملكي واصل المباراه ب10 لاعبين. فريق الجيش الملكي اللي حاول انه يوصل لمرمى الحارس انس نيتي. في الوقت كانت قراءات تكتيكيه بين المدير الكبير والفرنسي فرناندو داكروز. هنا محاوله وفرصه بواسطه رضا سليم اللي كان نشيط على مستوى الجهه اليمنى. فريق الرجاء حاول استثمار انطلاقات ديال محمد بولوك السود اللي دخل خلال الجوله الثانيه. هنا ثنائيه مع حمزه خابه الذي يمرر، وتدخل الدفاع الذي يبعد الكره ويبعد الخطوره. تواصلت محاولات الفريقين. رضا سليم دائما مصدر خطوره بالنسبه لفريق الجيش الملكي، يمرر في اتجاه لاعب مصطفى الصاد الذي لم يتمكن من وضع الكره في الشباك. تضيع محاوله كانت سانحه للتسجيل لفائده فريق الجيش الملكي. هنا فرصه تسديده ديال اللاعب يوسف بوزو وتدخل ممتاز للحارس محمد باعيو. تنتهي المباراه بفوز فريق الرجاء بهدف لا شيء.